باسم يوسف قرر يخوض التجربة في الإعلان عن رأيه من جديد، ورغم كل التحذيرات اللي جات له من المقابلة مرة تانية مع بريس مورجان، لكنه خد القرار وصور اللقاء وما استناش حتى يتذاع، وكشف كواليس كتير هتصدم الكل. تعالوا نقول لكم ايه الحكاية. وسط الأحداث الكتير اللي بتحصل مع اخواتنا في بداية شهر أكتوبر، كان من أكتر الناس المؤثرة في رأيها وظهورها قلب السوشيال ميديا كله هو باسم يوسف. على الرغم من انه بقاله فترة طويلة بعيد عن الساحة العربية بالتحديد، لكن في موقف زي ده مقدرش يتمالك نفسه من التعبير عن الرأي وانه يقول الحق. اللقاء اللي عمله رغم انه كان مدته 40 دقيقة بس، لكنه اثبت للعالم ان مصر ولادة، والتعبير فيها عن الرأي مش اي حد يعرف يعمله. وفيديو اللقاء وقتها وصل ل 13 مليون مشاهدة في اقل من ساعة، وده رقم ما حصلش في اكبر اللقاءات العالمية. لكن الشيء اللي ما كانش متوقع ان البرنامج الغربي واللي معروف بانه بيدعم الجماعة اياهم طلب من باسم انه يظهر معاهم في لقاء تاني، على الرغم من آرائه اللي قالها خلت فضحتهم على عينك يا تاجر، وحاربهم باسلوب البروباجندا بتاعهم. علشان كده ما كانش من المتوقع خالص انهم يطلبوا استضافته. الناس اول لما سمعت الخبر اتقسمت لرأيين. الاول اتبسطوا جدا وقالوا دي فرصة لينا تانية علشان صوتنا يوصل ونعرف نوصل رأي العرب للعالم بانه اللي بيحصل ده ما ينفعش انسانيا، وانه فعلا الوضع من السيء للأسوأ، وزي ما باسم عملها مرة وعلم عليهم هيعرف يعملها تاني، وبرضه هيكون اللقاء في صالحه هو، نظرا لان باسم لما بيطلع يتكلم بيكون دارس محاور كل حاجة كويس جدا. اما النص التاني كان شايف اللي بيحصل دي مخاطرة كبيرة قوي، وانهم اكيد هيعملوا اللقاء ده علشان يعلموا عليه ويحسنوا صورتهم اللي هو بوظها قدام العالم، ونصحوا باسم انه ما يروحش ولا يعمل المقابلة. وفضل الموضوع حديث السوشيال ميديا، والناس افتكرت انه خلاص مش هيروح، لكن المفاجأة كانت انه اعلن على حسابه في انستجرام ان المقابلة اتصورت بالفعل وهتتعرض النهاردة وكل العالم هيشوفها. وعلق وقال: حوار هادي وطويل عن مشكلة معقدة جدا، بعيد عن الإفيهات وقصف الجبهات أو استجداء الريتش والمشاهدات. وأضاف: محاولة لإيصال صورة وفكر مختلف لجمهور لا يسمع وجهة نظرنا على الإطلاق. أتمنى إنه يكون حوار يعيش لفترة مش مجرد شيء وقتي. وأول لما الصورة نزلت الناس كلها بقت مترقبة الحوار، ومعنى كلام باسم إن في مفاجآت كتيرة هتحصل. تفتكروا فعلا باسم قدر يعلم عليهم من جديد وهنتفاجئ بحاجات كتيرة في اللقاء ده، ولا هيكون مسار الحلقة في اتجاه تاني؟